السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو ازاي تخلي اولادك يحبوكي. هما مش هيحبوكي كده وخلاص. ايوه انتي مامتهم وعشان انتي بتاكليهم. لما تسالي يا طفلك هتقولي له انت بتحبيني ليه، هيقولك علشان انتي بتاكلينا وتشربينا، وعشان انتي حطيتيني في بطنك 9 شهور والكلام ده يعني المعروف بتاع الاطفال. تمام، انا عايزه اقولك ان طفلك لو فقد الثقه في نفسه انتي خسرتي كتير، خسرت كتير. عارفة ايه اللي بيخلي الطفل مش راجل وشخصيته ضعيفة ويحس نفسه ان هو مش راجل، وان هو بيرجعلك في كل حاجة، وان هو اي حاجة لازم يسألك انتي، ملهوش رأي، ملهوش اي شخصية، بتحسيه ان هو عنده اللامبالاة، بتحسيه ضعيف. انتي نفسك من جواكي بتبقي مكسورة على ابنك، مش عارفة انتي يعني هو وصل للدرجة دي ليه. عارفة ليه؟ علشان الضرب. عارفة يعني ايه الضرب؟ يعني عشان انتي بتضربي. شفتي كل اللي هو فيه ده عشان انتي بتضربي. عارفة انتي ليه بتضربي؟ عشان انتي اللي متضايقة مش هو. يعني هو مثلا كسر كوباية، الكوباية اللي كسرها دي خلاص وقعت في الارض واتكسرت. لما انت ضربتيه ليه؟ عشان يرجعها تاني؟ طب مش هترجع. يبقى انت ضربتيه علشان انت ضغطتي منه، فانت عايزة تضربيه عشان ترتاحي. شفتي بقى انت وصلتي لايه؟ شفتي الجبروت اللي فيكي وصل لايه؟ وصل لايه؟ انه انت بتضربي ابنك علشانك انت، علشانك انت. لما يعمل حاجة غلط انت مش بتضربيه علشان هو عمل الحاجة الغلط دي ويصلحها، لا، انت بتضربيه عشان انت ضغطتي ان هو عمل الحاجة الغلط دي وانت منبهة عليه. تمام، بس انت ما فاهماش ان هو طفل، ان هو مش فاهم حاجة. انت ماشية معاه كده وايه والسلام، ما بتقريش، ما بتسمعيش، ما بتعرفيش من سن لسن كذا اتعامل ازاي معاه. ده احنا ربنا كرمنا بتليفونات يا جماعة، بس نمشي بيها صح، مش ندخل على التيك توك والفيسبوك والانستجرام وندخل نتفرج فيديو يجيب فيديو يجيب فيديو وخلاص على كده. قولي لي استفدتي ايه من كل اللي انت قعدتيه في التليفون؟ والله ما استفدتي حاجة. وبقولك برضو لما تسمعي فيديو عن ازاي تربي ابنك برضو ما تقعديش، خلي التليفون جنبك انت وبتوضبي، انت وبتعملي حاجة، انت وبتذاكري، انت وبتقري حاجة، انت وبتعملي اي حاجة، خلي التليفون جنبك. حاولي التليفون ده ما تمسكوش كتير يا ستي. ده في ناس، اعرف ناس ابنهم بيقولهم سيبوا التليفون شوية وركزوا معانا، نفسي تدينا نص اللي بتديلي التليفون. شفتي وصل لإيه؟ شفتي الابن وصل لإيه؟ شفتي كلامه؟ شفتي طريقته؟ وأعرف واحدة تاني التليفون بتاعها التليفون اتكسر، ابنها قال لها الحمد لله انه اتكسر عشان تقعدي معانا وتلعبي معانا. شفتي كمية الوجع؟ شفتي الوجع اللي ابنك حاسس بيه بس مش عارف يعبر، مش عارف يقولك انت اللي بتعمليه ده غلط، انا عايزك تقعدي معانا، عايزك تلعبي معانا، عايزك تذاكري لي. بتذاكري لابنك؟ عارفة ايه معاه وايه عليه وايه يعني بياخد ايه النهاردة، المس دي بتديله ايه، المس دي بتديله ايه، مين المس اللي عليك؟ بتركزي معاه ولا سايباه كده يجي من المدرسة تحضري له الاكل، يدخل ينام، يصحى يروح الدرس، يجي من الدرس يقعد شوية، وبعدين هكذا كل يوم على هذا الحال؟ ايه اخبارك انتي؟ ايه الدنيا معاكي؟ حاولي تفوقي شوية، فوقي فوقي، ومش هتفوقي غير لو قربتي لربنا. قربي لربنا، اذكري الله، استغفري كتير، صلي على النبي كتير. الحاجات دي بتخليكي تفوقي لنفسك اكتر واكتر، وتبقى حياتك احسن بكتير. عن تجربة يا جماعة، والله القرب من ربنا حياة ما بعدها حياة. والله يا جماعة اللي بيقرب من ربنا بتحصل له معجزات
يا الله، محدش يعرفها غير اللي دقها. أولادك هم زرعتك، ربنا اداكي زرعة، الزرعة دي يا ترى هتموتيها ولا هتحييها؟ انتي وباء وضمير، كلنا راعي وكلنا مسؤولين عن رعيتنا. يعني انتي راعية، لازم ترعي أولادك، تخلي بالك من أولادك، تشوفي ايه اللي مضايقه، تشوفيه بيلعب بما بيلعبش، بيعمل ايه، ماشي مع مين، إيه اصحابه، بيغلطوا، بيقولوا ألفاظ، ما بيقولوش ألفاظ. حياة أولادك لازم تبقى حياتك، كل حاجة مع أولادك المفروض تبقى معاكي انتي، المفروض اللي جوه أولادك يبقى جواكي انتي. ما تسيبيش أولادك كده وخلاص، شوفي حياتهم، نظمي حياتك يا ستي. سيبي التليفون، والله التليفون دمر بيوت كتير، والله العظيم التليفونات دي يعني أقولك دمرت عالم، دمرت عالم يا جماعة. يا جماعة تعالوا لو عايزين نتكلم، تعالوا شوفوا الأجانب اللي زي الصين يا جماعة واليابان. بصوا على اليابان بيعملوا ازاي وازاي متنظمين، وازاي حياتهم ماشية صح وبيصحوا الساعة 7 ومعرفش ايه يعني حاجات يا جماعة. تسمعي عن اليابان وتسمعوا عن الصين تقولوا دول اللي عايشين الحياة صح، دول اللي عايشين اللي احنا المفروض نعيشه مش اللي هم يعيشوه، لاننا احنا مسلمين، المفروض احنا اللي ننظم حياتنا مش هم. بس سبحان الله هم اللي منظمين مش احنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.